مساء الخير. اليوم راح نسوي وياكم المبطن الليبي. أول خطوة، في زبدية حطيت اللحم المفروم وصفار البيض والبهارات المطحونة والبصل والبقدونس والبقسماط وخلطتهم مع بعض. بالنسبة للبطاطس، قطعت البطاطس بالسكين بحيث أول تقطيعة ما تكون كاملة إلى نهاية البطاطس، وبعدها راح أترك نص سنتي وبعدين أقطعها كاملة علشان أحشي فيها خليط اللحم، وعشان كذا سموها المبطن. بعدين راح أغطس المبطن بالدقيق وبعدين بالبيض وبعدها بالبقسماط، وأقليها مباشرة على حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق من الجهتين. وكده غلق الطبق حقنا لهذا اليوم، قدمته على طول مباشرة وبجنبه خليط الصوص الكاتشب والمايونيز. أتمنى أن الطبق عجبكم، وبالعافية علينا وعليكم. لا تنسوا تشتركوا في حساباتي الرسمية في السوشيال ميديا.